يعني حلوه طبعا عايز يعني. اقول لحضرتك حاجه كمان، معلومه يمكن محدش يعرفها، ان 60% من الملاعب في اوروبا تجهيز اسباني. ان هم عندهم الكلام ده، سواء كان ترتان او نجيل طبيعي. اه. اسبانيا متقدمه جدا في الموضوع ده، زي في الزيتون، انتاج الزيتون على مستوى العالم امم. متقدمه جدا جدا. اه. مع المغرب، يعني على اه. الحدود عايز المغربيه. اقول لك بس في نقطه، يلا. انتاج الزيتون المصري دي حاجه بعيده، بس الزيتون وزيت الزيتون المصري هو الاعلى جوده في العالم. بس مش ه- انتاجه احسن حاجه. لا ماشي، هقول لك كلام على حاجه مظبوط، بقى، في ودي انا اعرفها العريش من ناس قريبين من وسيوه هذه. ومرسى مطروح. معلش. بالظبط. زيت الزيتون بيتم تصدير، هم الشركات الاسبانيه وشركات ايطاليه وشركات يونانيه بتاخد زيت الزيتون المصري ويعبوه ويكتب لك عليه ميد ان سبين وميد ان كذا، تخيل. صح. فده عشان تبقى احنا الجوده المصريه عندنا فوق ما يمكن يعني. طيب، نرجع ازيدك للكوره. من الشعر بيت، ازيدك من الشعر بيت، اللي فعلا الشركات اللي هي اه. بتاعت اسبانيا او الحاجات ايوه. دي في الزيتون عاملين تعاقدات للزراعه هنا في مصر، ايوه. خاصه في سيوه ومرسى المنتج مطروح، عندك ومنتج مختلف مهم طبعا. جدا جدا. زي السودان في والزراعه قصير عضويه هنا التيله. وعلى المطر وحاجات بالظبط كده. بالظبط، فدي اتفضل. حاجه لطيفه جدا. فهم كابتن، متقدمين في طبعا طبعا، نجيله الملاعب، يعني عندهم جدا. تكنولوجيا كويسه. اكتر من الشركات 60، الاسبانيه هي اللي عندها خبرتها في الملاعب بالظبط الاوروبيه. اكتر من 60% او 70% من ملاعب اوروبا تجهيز اسباني. عظيم. ودي حاجه بتدل اللي هو ايه، الكابتن حسام حسن يا ريت ننقل التجربه دي، لان كمان اتحاد الكره اعتقد اللي برضو في استجابه للموضوع. كان في بروتوكول هيتم توقيعه مع الاتحاد الاسباني، الكلام ده من حوالي 4 سنين، تم تاجيله. انا اعتقد يا رب يحصل في على هامش هذه المباراه، وهو الاستعانه بتجهيزات الملاعب للتابعه لوزاره الشباب والرياضه واتحاد الكره برضو. لان انا تعرف ان انا يعني في بعض الحاجات اللي انا شفتها في الملاعب. الملاعب اللي عندنا في مصر مش احسن حاجه. النجيله بتحتاج تتقص بطريقه معينه، فاللي هم الاسبان يقدروا يشتغلوا في الموضوع ده. انا اعتقد ان ده ممكن يحصل ان شاء الله. نستفيد بالخبره الاسبانيه. حضرتك تعلم جيدا انه من سنتين الدوري العراقي راح اتجه وعمل اتفاقيه مع الدوري الاسباني، الليجا الاسبانيه، ان هم اللي يديروا منظومه الدوري عندهم، وان يجيبوا خبير هو اللي يدير منظومه المسابقات على فكره اسباني بالظبط في الدوري العراقي. وبقاله 3 سنين، ولذلك من اعلى الدوريات حاليا تصنف. هو رقم حتى عندنا مدربين 6 مصريين موجودين. مظبوط. يعني موجودين هناك، فمؤمن سليمان وكان غيره. والقيمه التسويقيه للدوري العراقي ارتفع من حوالي سنتين تقريبا. انا ما اعرفش عملوا ايه مع بوليفيا في الملحق كاس العالم.